السلام عليكم ورحمة الله. عندي بس نصيحة صغيرة للأرسال اللي لسه متجوزين في بدايات حياتهم، اللي هو من أول ليلة الدخلة لغاية بقية عمرهم يعني إن شاء الله. ويمكن نصيحتي هنا موجهة للراجل عريسي. من أول يوم عندك حاول يبقى شغلك الشاغل كله إنك تطمن عروستك أو تطمن مراتك أو تطمن حبيبتك، إن هو اللي أنت هتبقى سند ليها، إنك تفهم أسرارها، تفهم مخاوفها، تقدر اللي هي في أول فترات الجواز بتبقى شبه مش عارفة حاجة أو مش عارفة إيه اللي بيحصل. هي عايشة حالة معينة بس مش عارفة الطبيعة اللي بيبقى عليها الراجل، اللي هي مختلفة نفسيا وجسديا، كل حاجة مختلفة عنها. فخلي شغلك الشاغل كله انك تقتحم اسرارها ديت وتطمنها. دايما تبعت لها رسائل اللي انت جنبها، اللي انت هتحتويها، اللي انت خايف عليها، اللي هي معاك في امان. اسرارها ودنيتها واحلامها كلها معاك في امان. الست او البنت تحديدا في بداية الجواز محتاجة الرسائل، محتاجة تعرف ان شريك حياتها هيتعامل معاها براحة وبإله، ومش وهيفهم تخوفها، هيفهم مشاعرها، هيفهم احتياجها النفسي أو العاطفي قبل أي حاجة تانية. فمبقاش شغلك شاغل احتياج جسدي، لا، حاول دايما تقرب لها، تقرب قوي من احتياجها. حتى لو قعدت أول يومين ثلاثة بس بتزيل مخاوف عندها، مش مشكلة، في سبيل انك بعد كده هي تحس باطمئنان وارتياح معاك. وبالتالي خلاص الست طالما حست بارتياح واطمئنان لجوزها بتقدم له عليها وبس. وبعد كده هتدوروا على مساحة التقارب إن شاء الله بينكم وبين بعض، هتلاقي الدنيا إن شاء الله أحسن حاجة. وربنا يا رب يهديكم بعض. سلام عليكم.